ولا بالجيش ولا بالفعايل ولا بالسطاوة. بس يا جماعة لا تزعلون مني، ترى أنا مرجعي سعودي، سطاوتي من سطاوتي. كل آخر فترة سمع اعتذار التورة اللي اعتذر للشعب السعودي، خاصة اللي قال أنا أذيتهم أو حسيت إني أذيتكم فسامحوني وكذا وكذا وكذا. وفي ناس سامحوا وفي ناس يمكن ما سامحوا. برضه يا عزيز المشاهد إنه هو كان عنده حساب على السناب شات وفي ناس جو هكروا حسابه، وهو يعني قال ما تفرق معي عادي، حلالكم يا السعودية، حسابي خربتوه، أكل عيشي خربته عادي، وهو قال كذا. فأنا أتوقع إنه لو ما هكر حسابه فكان ما بيطلع يعتذر، كان بيقعد يهايط وبيقول أنا أقوى واحد ما أدري. أتوقع عشان كذا في ناس هكروا حسابه وكذا وكذا وسووا له يعني إزعاج وضغط عليه، عشان كذا طلع وقال لكم أنا آسف وما أدري إيش. وفي ناس يمكن سامحوا وفي ناس ما سامحوا، الله يعلم. فإذا تبغى الناس كلهم يسامحوك يا التورة، أنا عندي لك يعني نصيحة جميلة جدا جدا. اطلع للناس وقول يا أخي أنا كنت قاعد أمزح معاكم، أنا ما كنت قد التحدي ولا قد الهياط، أنا كنت قاعد أمزح معاكم وهضر معاكم. ويقولون بعض الإشاعات أنا ما سمعتها ولا أنا أتابع يوميات، فسمعت بعض الإشاعات اللي من هنا ومن هنا وتعليقات برضو من هنا ومن هنا، يقولون إنه هو بيسوي تحدي مرة ثانية مع هشام. فلو سوى تحدي وطلع صدق فما أدري هو بيجيب سيارة من المرة الجاية، سيارة صحبة زي ما قالوا أو سيارة حد ثاني، الله ولي العلم. والحمد لله على كل حال، ولايك واشتراك يا حبيبي اللي كل شخص وصل إلى نهاية المقطع وضغط زر اللايك والاشتراك، والله يسعدك ويرزقك الأموال اللي تتمناها، الله يرزقك ويعطيك من ما تبغى. لايك واشتراك، واهم شيء الاشتراك يا حبيبي المشاهد، لازم تشترك عشان تدعمنا ونوصل 500 متابع، ما باقي شيء. ويلا سلام.